هو ليه فعلا ما بنصدرش البانجو؟ من فترة كده طلع أبونا المصري وكان شايف إن حل الاقتصاد من وجهة نظره إننا نزرع البانجو ونصدره، وقال إننا بدل ما نزرع رز ونصدره ما نزرع بانجو ونصدره أحسن وهنكسب عملة صعبة. وبعدين فدان البانجو ملايين، انما فدان الرز يا جماعه ملاليم. والحقيقة بعدت القهوة والكلام البلدي فيبان إن أبونا المصري معاه حق. نبات البانجو فيه شوية مركبات كيميائية كده زي THC، ودي بتعمل كده استرخاء وتزود الشهية مع شوية قلق وخوف كده، اللي هو بتلعب على الدوبامين عندك وتخليك مبسوط، على عكس بقى انها على المدى البعيد هتبوظ لك الذاكرة وهتعمل لك اضطرابات نفسية وكمان مشاكل في التنفس. لكن الراجل المحترم اوباما ما علينا، فهو كان شايف اننا نزرع ونصدر البانجو بدل ما احنا بنزرع وبنصدر الرز. ما بياخدش ميه يا ناس، والله ما بياخد ميه. ولو جينا للحق فزراعة البانجو فعلا مش بتحتاج ميه كتير، لان ما ينفعش تغرق التربة لان كده البانجو هيعفن، على عكس الرز من المحاصيل اللي بتحتاج ميه كتير فعلا. ده غير بقى دورة زراعة البانجو من 3 ل5 شهور بس ومش موسمية يا عم، وممكن نعيدها في السنة تاني، على عكس الرز محصول موسمي ودورة الزراعة بتاعته بتاخد 6 شهور تقريبا. وإذا كان على اللي هيشتري بقى مننا فأنت عندك كندا وعندك هولندا وعندك أمريكا. ده أمريكا لوحدها مسجلة إن 20% من الشعب بيضرب بانجو عرانيس، ده غير ألمانيا وإنجلترا بيستوردوه عشان يستخدموه في المجال الطبي. فلو على الزبون فدي موجود وبالعملة الصعبة، واللي هيتبقى من التصدير ادينا هنشربه. فلو جيت للحق اوباما ما كانش بيكذب فعلا، وانتهت حلول الارض وانا شايف اننا نزرع البانجو. فلو عندك زريبه وفدانين في البلد يا فنان فروح لابوك وقول له يابا احنا هنزرعهم بانجو وخلي بالك من المرشدين، وبكده يبقى معانا مواشي والبان ومعانا بانجو عرانيس. يلا سلام.